في هذا العالم، كلما أظهرت مشاعرك بسهولة كلما أصبحت فريسة سهلة. وكلما كنت سريع الغضب سريع الحزن سريع التوتر كلما أصبح الناس قادرين على التحكم بك بسهولة. لكن يوجد نوع مختلف من البشر، البارد، الذي لا يستفز لا يهز لا يظهر ضعفه. شخص لو احترق المكان من حوله يظل واقفا ينظر وكأن شيئا لم يكن. هل تريد أن تكون هذا الشخص؟ إليك 6 خطوات تحولك إلى عالم من الصمت والثبات، لكن بلمسة إنسانية. الخطوة الأولى: لا تغير رد فعلك فورا. المواقف كثيرة، قد يهاجمك شخص بكلام قاسي، يسخر منك، يختبرك. غالب الناس يردون مباشرة، يرتبكون، يغضبون، يبررون. لكن الشخص البارد لا يرد فورا، بل يسكت، ينظر، ثم يفكر. هو لا يعطي خصمه متعة الانتصار. الرد البطيء الهادئ هو أول ضربة في معركة السيطرة النفسية. الخطوة الثانية: درب عقلك على عدم أخذ كل شيء بشكل شخصي. ليست كل كلمة هجوم، وليس كل تصرف مقصود بك. عندما تظن أن العالم يتمحور حولك ستنهار من أول كلمة. لكن عندما تفهم أن الناس تتكلم من نقصها لا من حقيقتك، تصبح أكثر هدوءا وأكثر برود. كن مثل الجدار، تقال الكلمات أمامك لكنها لا تخترقك. الخطوة الثالثة: تحكم في ملامح وجهك. العيون، الحواجب، زاوية الفم، كلها تفضحك. البارد يعرف أن السيطرة لا تبدأ بالكلام بل بالوجه. لا تظهر الغضب، لا تظهر الحزن، لا تبتسم كثيرا. اجعل من أمامك يخمن ما تشعر به دون أن يعرف فعليا. الغموض في الوجه هو سلاح غير قابل للكسر. الخطوة الرابعة: لا تشرح، لا تبرر. الشخص البارد لا يضيع وقته في إقناع الآخرين. ولا يقول أنا فعلت كذا لأنني كنت مضغوطا، ولا يقول أنا آسف لأني لم أرد فورا. هو فقط يفعل ويتركك تتساءل. هو لا يشرح نفسه لأن من يعرفه لا يحتاج شرحا، ومن لا يعرفه لا يستحق التفسير. الخطوة الخامسة: اتخذ قراراتك بهدوء وبدون تردد. عندما تكون باردا فأنت لا تهتز حين يهاجمك أحد، ولا حين ترفض، ولا حين تخسر صفقة أو علاقة أو صديق. البارد لا يصنع من كل حدث دراما، يتخذ قراراته بدم بارد ويتقبل نتائجها دون ندم. وهنا يكمن الفرق بين الشخص الناضج والشخص المتقلب. الخطوة السادسة: لا تكشف نفسك بسهولة. احتفظ بأسرارك. لا تشارك كل شيء عن يومك، خططك، مشاعرك. اترك مساحة من الغموض حولك. الغموض زائد الصمت زائد لغة جسد ثابتة تساوي برود مخيف، لكن مريح لأنك حر. أن تكون باردا لا يعني أنك ميت من الداخل، بل أنك حي، لكن لا أحد يملك مفاتيحك. أنك لست ضعيفا بل قويا، بصمتك، بثباتك، بهدوئك. في النهاية البقاء ليس للأسرع ولا للأقوى، بل للأعداء.